فريق جوال الخير يقدم يا رب في جوف الليالي. لا زال الصلاح مستمرا في هذه الأمة، ولا زالت تلك السير العطرة للنساء الصالحات. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يا رب في جوف الليالي كم رجعت وكم بكيت ولكم رجوتك خاضعا. هنيئا للصالحات، هنيئا للقانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الدنيا متاع، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أخواتي، لا زال الصلاح مستمرا في هذه الأمة، ولا زالت تلك السير العطرة للنساء الصالحات من الرعيل الأول إلى يومنا هذا. من الذي ربى الإمام أحمد؟ أمه كانت تقيمه آخر الليل. ومن الذي ربى الشافعي؟ أمه. ومن الذي خرج لنا العلماء والقادة والسادة؟ من الذي خرج أولئك؟ المرأة الصالحة. فالمرأة في صلاحها واستقامتها وحيائها وتمسكها بدينها تعيش عزيزة، ويعيش في جو ذلك البيت، يعيش رجال ونساء من صلاح تلك المرأة يعيشون حياة السعادة والراحة والأنس والطمأنينة. كم امرأة حولت بيتا كان مظلما بالمعاصي والذنوب إلى الصلاح والاستقامة. واليوم معاشر الأخوات كذلك في هذا الزمن فيه ولله الحمد والمنة من الصالحات القانتات ومن الأخوات الطيبات الطاهرات. امتلأت ولله الحمد دور تحفيظ القرآن الكريم بكثير من البنات الصالحات القانتات يصومن الاثنين ويجتمعن على الإفطار، يحفظن كتاب الله، يشتغلن في الدعوة إلى الله. قبل أيام اتصل علي بنت من إحدى المناطق في المملكة تسأل بعض الأسئلة الفقهية، وسألت عن كيف يتوضأ مقطوع اليد، فسألتها عن هذا السؤال. قالت: نعم، إنها رسالة جاءتني من أخت لي في الله من السودان تسأل هذا السؤال. قلت: وما عملك؟ قالت: أنا ومجموعة من أخواتي أخذنا نعمل في الدعوة إلى الله عن طريق المراسلة، وفي كل شهر يأتينا أكثر من 200 رسالة. كل رسالة تطلب صاحبة هذه الرسالة إما أن ننصحها أو أن نرسل إليها كتابا أو شريطا أو أن نعلمها أو أن نوجهها وما شابه ذلك. فهنيئا والله للأمة بمثل هؤلاء النسوة الصالحات، فتيات في 17 و18 من أعمارهن. ما فكرنا ولله الحمد في النظر إلى القنوات والمسلسلات، وحاشاهن، كل تفكيرها أن تكون داعية لله سبحانه وتعالى. يا رب غفران ذنبي مأملي وجنان ربي مطمعي. رباه قد عصفت جراح الصدر حتى ضاق صدري، حتى ضاق صدري. يا رب إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. إني أتيتك لائذا في مأمني أو مفزعي. إني أتيتك لائذا في مأمني أو مفزعي.